لو انا كنت كسبت يا كابتن اسامه ماتش اليابان او كسبت ماتش نيوزيلندا، ما تقدرش انت تكسب. اكلمك في كوره ولا نتكلم؟ لا يا سلام، اكلمك كوره. ما تقدرش تكسب اليابان بقدراتها وامكانياتها والحاله البدنيه والحاله الخططيه والادوات والمعدات وكل والشغل اللي اتعمل معاهم على مدار 3 سنين. لو اقول لك فتره اعداد اليابان. سلم عليا. انا اشتريت اقسم بالله. طب ما لازم تشتري. دي حقيقه. انا اشتريت. ونفس طب نيوزيلندا نفس القصه. طب انا اشتريت منك اليابان. ونفس القصه نيوزيلندا. بقول لك نفس القصه نيوزيلندا. لو تتفرج على كوره ابراهيم، انا مش بتاع كلام ابن عم حديد. انا الراجل دلوقتي بتاع نقعد على تحليل الاداء. لما امسك لما الاتحاد الدولي يطلع احصائيات ان انا مثلا شايط 24 شوطه على الجون، انا مش منوط ان انا اوفق فيها. ده توفيق وعدم توفيق يا ابراهيم. لما يكون عندي 14 ضربه ركنيه 13 ايه 13 اجيبهم من الاحصائيات اللي قدامي. انا معايا كل الاحصائيات. انت فاهمني ازاي؟ انا معايا كل الاحصائيات. لما يبقى استحواذي انا 7 ولا 39 محاوله 13 منهم على الجون. فاهمني ازاي؟ معناها ان انا ايه؟ معناها ان انا كنت مسيطر على المباراه، لكن التوفيق